اخواتي، قبل ما نبدا في الحلقه بتاعت النهارده او في الكلام اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده، اتمنى من حضرتك تعليق جميل ولايك محترم والشير لو الفيديو عجبك، وقول لي من وجهه نظرك ايه التعليق الافضل للنادي الاهلي، اكتبه في التعليقات. ويلا بينا على الحلقه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي. المؤتمر بتاع مارسيل كولر يا جماعه الراجل ده والله العظيم عقليته عسليه، وتفكيره وطريقه كلامه والهدوء والبسطره فيه راجل 100 100. مارسيل كولر النهارده ملخص المؤتمر بتاعه. بص اللي هو كان ايه ماسك عصايه اجلد اعطيه، ايوه عارف انت هو كان ملخص المؤتمر كده، عمال اجلد واعطيه اعطيه واجلد بس. طبعا كل الصحفيين المغاربه ما بيتكلموش غير في نقطتين او ثلاثه، الا وهي طبعا الماتش نتيجه الماتش اللي فات وتالق، وانتوا خايفين من الجمهور. حتى لو قالك احنا مش خايفين، لا انتوا خايفين من الجمهور. الماتش بتاع السنه اللي فاتت كل الاسئله في نفس النقطه، يعني تقريبا المصطلحين اللي سالهم قال لك طبعا يعني انتوا جايين متوترين ومهزوزين نفسيا ومش عارف ايه الكلام ده كله عشان الماتش نتيجه الماتش اللي فات. بكل هدوء وبكل بساطه كل الرد الجميل جدا. يا جماعه احنا اللي كسبنا، بس ها عايز ايه تاني؟ احنا كسبنا الماتش اللي فات 2-1. احنا لو فضلنا على كده 0-0 احنا خدنا البطوله. انتوا عشان الوداد يكسب لازم نجيب جول بالراحه خالص، هادي على هادي. عقليه جامده، عقليه جامده. السؤال اللي بعده، انتوا طبعا هتخافوا من الجمهور عشان في 60,000 ومش عارف ايه وكلام من عالي خالص. ايه المشكله؟ هو الجمهور هينزل يلعب؟ لا مش هيلعب. هما 11 قصاد 11 في الملعب، الجمهور هيعمل ايه؟ صوته هيبقى عالي شويه، مش مشكله، هنحاول نستحمله بس بالراحه. اما السؤال سأل الشناوي قال نفس الاجابه، قال لك الجمهور مش هيلعب هيشجع، واحنا متعودين نلعب قصاد اي جمهور عادي بالراحه واحده ورانا ايه. اه اتسأل تاني الشناوي او برضه مستر كولر الشناوي، طب في فرق بين جمهور الرجاء وجمهور الوداد؟ قال لك احنا بنلعب قدام اي حد بنحترمه وما بنخافش اي حد، او بنحترم كل الناس بس ما بنخافش من حد بس. بص والله العظيم النهارده كان مؤتمر هادي ورايق من مارسيل كولر، مسير المؤتمر زي ما هو عايز وبالراحه خالص. مش قلقان من اي حد. اما الشناوي اتسال قال لك عقده، قال لك احنا ما عندناش عقده من حد، احنا بنحترم الفرق كلها، احنا بنلعبها كلها وما عندناش عقد من حد. ولو احنا بنتكلم على التاريخ وعقده، ده احنا عندنا 10 افريقيا وجايين ناخد ال 11 ان شاء الله. وعاجبني جدا بمناسبه ال 11 ان مارسيل كولر اتسال سؤال قال لك ان شاء الله نرجع بالبطوله ال 11. محمد شناوي اتسال ان شاء الله نرجع بالبطوله ال 11. ان شاء الله من غير مقاطعه عليك يا رب هنرجع بال 11، هنرجع بال 11 ان شاء الله ان شاء الله. خليكم فاكرين الماتش ده يا جماعه هنكسب وهناخد البطوله. ايوه هنكسب ان شاء الله وهناخد البطوله باذن الله. هي كده ازاي مش بص هو احساس ويقين ومتاكد وباذن الله ربنا مش هيخذلنا ان شاء الله. واستمرت بقى الاسئله على هذا النهج اللي هي واحد صحفي ده اللي عجبني عطاله في دماغه الصراحه. قال له واحد صحفي بيقول له بعد ما الجون بتاع الوداد جه الماتش اللي فات، الاهلي ما قدرش يهاجم وما قدرش يشكل خطوره، ده خوفا من الوداد والكلام ده كله. تخيل الضيب ايه؟ تخيل كده لما سمعتش المؤتمر عارف قال له قال له انت اتفرجت على الماتش؟ فسكت. قال له المترجم يقول له قول له كده اتفرجت على الماتش؟ المترجم ساله اتفرجت على الماتش؟ قال له لا ما اتفرجتش. قال له بس يبقى حتى لو انت اتفرجت، قال له لا انت لو كنت اتفرجت احنا شكلنا هجمتين او ثلاثه بعد الجول وفي منهم كوره جت في العارضه وطلعت بره، فده خطوره. ممكن انت برضو من الحماس بتاعك ما ركزتش، ما كنتش مركز، من حماسك ما كنتش مركز، بس لو فكرت لو اتفرجت كويس هتلاقي ان احنا شكلنا خطوره وكنا مهددين جيدين وضيعنا فرص كتير جدا قصاد الولاد بس. اما اتسال على مارسيل كولر عن علي معلول الخطا اللي هو اتسبب فيه الهدف في الجول الثاني، قال لك علي معلول فريق لاعب كبير وعنده خبرات وكلام دبلوماسي المعروف المحترم. قال له بس على فكره لو ممكن اعدي لك قائمه كبيره من لعيبه الوداد غلطوا باخطاء فجه في الماتش، بس ده مش سكتنا، مش سكتنا، مش احنا نقعد نتكلم عن المنافس. وقال له ببساطه انت دخل في جونين بخطأين بس، عندك 2 لعيبه غلطوا في الجونين اللي دخلوا فيهم بالراحه. بص عطيه اجلد اجلد اقسم بالله بالراحه، مفيش وراك يعني. بص بني ادم كولر ده بني ادم هادي
ومترجم بعقليه وهدوء وثقه، مفيش بعد كده. وسيبك من ده كله بقى، مارسيل كولر طول المؤتمر التون بتاع صوته ثابت، ولا يتعصب ولا يتنرفز ولا اي حاجه، والابتسامه البارده بتاعت الاوروبيين ديت موجوده على الوش، اللي هي كويسه مش وحشه يعني، موجوده على الوش، وهدوء خالص. حتى محمد الشناوي نفس الاسطمبه، هدوء وثبات، مفيش اي حاجه. وما تسال على الحكم اللي هناك، يعني الحكم قال له، صحفي قال له الحكم اللي هناك كان كويس ومش عارف ايه والكلام ده كله، قال له والله اعتقد لو انت بتتفرج على كوره ومتابع كوره جيد زينا هتفهم ان يعني لاعب يجيب الكوره، يمسك الكوره بايده، ويكون في اتنين في ظهر اللاعب ده طالعين بهجمه مرتده، ومفيش حد اي مدافع معاهم، وداخل مدافع ويجيب الكوره بايده والكوره مش تسلل، اعتقد انها تستاهل طرد مش انذار. ده لو انت فاهم، قالها له كده، قال له ده لو انت فاهم قوانين وقواعد كرة القدم. هو ده اللي ضايقني، هو ده اللي اغضبني فقط. واحد تاني بقى خالص قال له انتوا بتسوقوا الضغوط على حكم بملاك سيمي، حكم ماتش العودة. قال له والله لو انت، انا ما قلتش غير حاجة واحدة بس، حكم ماتش الذهاب ما كانش على المستوى، واتمنى الحكم الجاي بتاع ماتش العودة يبقى على مستوى الحارس. لو انتوا بقى بتفسروا الكلام ده ان هو ضغط على الحكم، فده مشكلتكم انتم للاسف، مش مشكلتي. الصراحه النهارده شابوه، يعني انا متهيألي كده احنا يعني بص شلنا كل الضغط اللي على اللعيبه. وما تسال مصطفى شوبير محمد الشناوي قال لك حارس كبير وعظيم واتكلمنا معاه كلنا، وهو كان قد المستوى، واي لاعب في ال 24 لاعب في القايمه هيأدي نفس المستوى لو خد الفرصه. بس بمعنى ان احنا كلنا جاهزين ومستعدين وعلى قلب رجل واحد، وان شاء الله هناخد البطوله ان شاء الله. قمه البرود، قمه الهدوء و... والنضج في التعليمات. احنا كانت مشكلتنا مع موسيماني ان هو كان انفعالي، وما حد بيضغط عليه بالاسئله كان بيزعق وصوته بيعلى وبيحس اللي قصاده ان هو منتصر عليه بالكلام. كولر بعقليه اوروبيه ناضجه جدا، بهدوء بيقدر يمتص كل الكلام البايخ، ويقدر يديك رد يجيب لك جلطه والله العظيم هي ردود فعلا تجلط. هنتكلم عن اللهم صل على حضرة النبي، صلى على الحبيب. هنتكلم عن الدكتور النفسي اللي مع الفريق. الصراحة عامل شغل جامد، محضر كل السيناريوهات للعيبة، بيقعد مع اللعيبة بشكل منفرد، يقدر يقول لهم ايه السيناريو اللي هيحصل وايه اللي هنقدر نتعامل فيه وايه اللي هنحتاجه الفترة الجاية. ده تاني حاجة. تالت حاجة يعني مشغل صوت الجمهور للاعبين عشان يحسسهم ان الجمهور، يعني احنا حاطين لهم مكبرات يشتغل الصوت بتاعهم، ده جمهور مفيش اي اختلاف، ده جمهور. يعني الجمهور هيخليه يبقى معاك ايه؟ صوت بس. فهو عايز اللعيبه تتعود على الصوت وتشوف شويه فيديوهات للجمهور بس، اللي هو خلاص ده الجمهور، احنا خلصنا الجمهور. شويه صوت هيضغطهم بالصوت وبالزعيق، انت كده كده الصوت في ودنك اصلا بقاله يومين ما اشتغلش من ودنك، فانت تنزل مفيش اي عليك ضغط خالص طبعا للصوت بتاع الجمهور او اي حد من الجماهير الموجود. فبصراحه انا بقول شابوه لاداره النادي الاهلي كامله، من حتى بدايه تغيير الفندق، ان هو اختار الفندق ده الفندق الاولاني نفسيا او منحوس بالنسبه للاهلي، مش موفق معاه، كل ما بياخده ما بيحققش التارجت اللي هو عايزه، فلك نغيره. وفي نفس الوقت يقال ان الفندق اللي هو خيره في نص البلد علشان خاطر لو حصل اي ازدحام او اي ضوضاء قدام الفندق، وقت ساعتها الطرق الرئيسيه تتقفل، فتضطر الحكومه فورا بالتدخل وحل المشكله. كل الاخبار اللي طالعه من المغرب واللي تدل على ان الجمهور الوداد قلقان جدا وخايف من المباراه، واحنا الحمد لله كمصريين كلنا ثقه ان اللعيبه هتعمل اللي عليها، والتوفيق بتاع ربنا، وان شاء الله التوفيق يكون حالفنا. وانا والله بقول انا كل ما تمشي في حته تلاقي الناس كلها متفائله وعندها ثقه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. والاخبار اللي طالعه من الجماهير المغربيه ان شاء الله، الاخبار طالعه منهم كلهم قلقانين، وانا بقول ان شاء الله ان شاء الله هيخسروا ونرجع بال11 بعون الله، عشان خاطر نعوض ظلم حصل السنه اللي فاتت. ان شاء الله ان شاء الله البطوله هتبقى في الجزيره، ونحتفل بقى مع بعض ونفرح، عشان خاطر نبدا نرد على اخواتنا المغاربه اللي ظهروا قوي الفتره ديت على صفحه هنا وعلى كل الصفحات اصلا اللي على مستوى مصر. تخش في اي صفحه على اي كومنتات هتلاقي اكتر من مغربي معلق او معلق يعني، فنبدا بقى نرد عليهم بس لما يكون البطوله في ايدنا، ان شاء الله ان شاء الله هناخدها. التشكيل المتوقع من وجهه نظري او اللي انا اتمناه هو الطبيعي خالص: محمد هاني، الشناوي، محمد هاني، علي معلول، ياسر، ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يهدى شويه كده على الارض ويركز ويفوق، الله يرضى عنه.
التلاته بتوع خط الوسط السوليه وحمدي ومروان عطيه اللي انا عايزهم الصراحه. ديانج يريح شويه، لو ديانج لعب طبعا السوليه هو اللي يريح، هما الاربعه شبه بعض فهو نفس الكيس. وطبعا الشحات وبيرستاو، واتمنى يبدا بمحمد شريف لان محمد شريف الفتره الاخيره موفق عن كهربا. والبدن بتاع شريف اعتقد انه اعلى شويه من كهربا، فده اللي انا اتمناه. وفي النهايه قول لي التعليق، تعليق من حضرتك بالتشكيل المتوقع للمباراه، ويلا بينا. السلام عليكم.